الرحيم. برنامجنا صوت الحياة، برنامجنا النهارده في استاد المنصورة في الصالة المغطاة مجهود رائع فوق الممتاز بيقوموا به جمعية رسالة بتقوم به، بتوفر للفلسطينيين كل ما يستلزمهم من البيت، من فراشات وملايات وبامبرز للأطفال ومواد غذائية بجميع أصناف. احنا معانا المسؤول أو المدير اللي بيقوم بالحاجات دي كلها، وازاي هم بيعملوا الشغل والمجهود ده. كل يوم بيجي الناس من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 4 يغلفوا الحاجات دي. ايه المجهود الرائع اللي انتوا عاملينه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في جمعية رسالة الدقهلية بنحاول ان احنا نشارك في مساهمة ولو بسيطة لاخواننا في غزة وفي فلسطين، عن طريق ان احنا بنجمع التبرعات وبنشتري بقى الحاجات جملة زي ما حضرتك شايفة، وبعد كده بنحاول نجهزها في كراتين. الكراتين دي بيبقى فيها مواد غذائية متنوعة، يعني ممكن يبقى فيها رز، فيها تونة، فيها تمر، فيها عسل، فيها مية. الحاجات ديت بتبقى جاهزة للأسرة من 4 ل 5 أفراد، بحيث إن هي تستلمها وتبقى جاهزة على الاستلام على طول. بنحاول نجهز التريلات، والحمد لله دي تاني قافلة لينا في رسالة الدقهلية. احنا بنشوف الممثلين، بنشوف الدنيا كلها، كل الناس كلها بتدعم القضيه الفلسطينيه، واحنا بندعمها عن طريق الرساله. بتدعموها. الحاجات دي بتبقى صعبه وانت بتجمع من رجال الاعمال او الناس اللي بيبداوا يتبرعوا بالحاجات دي، ولا هم بيبقوا جاريين ان هم هي يتبرعوا؟ بصراحة الناس كلها بتساهم وما بنبذلش أي مجهود بصراحة، بالعكس الحمد لله الناس كلها فيها خير، وده معروف عن مصر من زمان يعني الحمد لله. احنا شفنا في السكر والحاجات دي بيبقى عندنا يعني عجز فيها، انما انتوا بتوفروا لهم الحاجات دي. وانت بتوفر الحاجات دي الناس بتبقى بتديها لك بحب وراحه، وان هي فعلا راحه لاخواننا اللي هم حته مننا واللي احنا فعلا حاسين بقضيتهم. الحقيقة محدش بيأثر، بالذات التجار كلهم اللي بنشتغل معاهم، يعني محدش فيهم بيأثر معانا في حاجة، بالعكس بيدونا بالحاجة بأسعار تكون كويسة جدا. أحيانا كمان في ناس بتساهم بإنها بتحط فلوس من جيبها في البضاعة اللي بتيجي يعني. كون ان الانسان يبقى حاسس باخوه ويقف جنبه ويساعده ويدعمه، دي حاجه جميله وتحسب عليها مصر، ان مصر سباقه دايما في المجال ده، وان هي فعلا رافعه رايتنا فوق، وان هي بتقف بالمساعدات في كل مكان. حضرتك تقول على الانشطه بتاعت جمعيه رساله ايه غير ان هي بتقوم بالفلسطينيين؟ هو طبعا احنا رسالة بنبقى متواجدين على طول في أي حدث بيهم مصر أو بيهم أي دولة تانية يعني علاقتها كويسة بمصر، لكن احنا في رسالة بشكل عام شغلنا الأساسي بيعتمد على المساعدات الطبية، بيعتمد على تجميع الملابس المستعملة، وده كان أساس رسالة من ساعة ما اتعملت من سنة 99. بيعتمد كمان على المجهود الطبي. احنا الحمد لله عندنا نشاط طبي محترم، عندنا حاجة اسمها بنك الدم، ده بنوفر فصائل دم للناس اللي محتاجة دم. عندنا معارض الدعاية، عندنا شغل صم وبكم، عندنا شغل مكفوفين. كل المجالات الحمد لله احنا بنشتغل فيها، وكلها ان لم يكاد يكون يعني معظمها كلها قايمه على عمل التطوع الحمد لله. احنا شفنا جمعيات كتيرة غارت من الرسالة وغارت من الأورمان وحاولوا يعملوها فعلا، بس لسه ما بقوش تحت مسميات كبيرة زي رسالة عملت مسمى انتشر على مستوى الجمهورية كده، ويمكن طلعت بره الجمهورية. اه انت تقول ايه؟ واللي بيجي يعمل جمعية بيبقى هدفه برضه انه يوصل ويبقى زي رسالة. هو طبعا بصراحه اول حاجه الاخلاص، يعني المفروض ان يبقى فيه اخلاص ان العمل ده يبقى لوجه ربنا سبحانه وتعالى. يمكن دي الحاجه اللي اجتمعنا عليها من حوالي اكتر من 20 سنه لما كنا لسه شباب في الجامعه، واللهم لك الحمد يعني احنا وصلنا لده بتعاون الناس، وان الحمد لله كانت النوايا كلها كويسه. يعني ما كانش حد بيهمه اي حاجه غير ان هو يظهر. حضرتك شايفه دلوقتي لما بتحاول تعمل لقاء، يعني ما بيبقاش حد يعني حريص يعني على الناس ده. دايما في كل واحد مصر حريص ان هو مسبقة يشتغل للخير. الحمد لله. الرسالة دي متأسسة سنة كام؟ جمعية رسالة بشكل عام تأسيس سنة 99 في كلية هندسة جامعة القاهرة. كان دكتور يعني شريف عبد خرجت العظيم. من كلية هندسة. دكتور شريف عبد العظيم كان دكتور جاي من كندا، وكان بيتكلم عن العمل التطوعي مع الشباب وكده في الجامعة في المحاضرات، وقالوا له احنا عايزين نعمل حاجة، واوريدي بدأوا سنة 99 واحنا أخدنا الفكرة منهم سنة 2003. على فكرة مصر كلها غيرت، وتقريبا مصر كلها عملت جنب رسالة، اللي عمل مؤسسة واللي عمل جمعية وكل عمل بحيث ان هو ياخد نفس الشهرة اللي خدتها رسالة، لان رسالة خدت شهرة سباقة في العالم كله. تقول ايه النهارده وانت بتنتمي لرسالة وهي جمعية الاعمال الخيرية بكل انواعها؟ طبعا شعور بالفخر ان انت بتنتمي لكيان بدأ من اكتر من 20 سنة، والحمد لله وصل ان هو يعني ميزانيته والشغل اللي بيعمله بيعدي الملايين في السنة الواحدة. وكان الموضوع كله كان بدأ بحاجات بسيطة جدا وموجود شباب متطوعين ولسه في الجامعة.
اللهم لك الحمد ان احنا وصلنا لحاجه زي كده، وده فخر بصراحه لاي حد بينتمي للكيان. اللي بيتطوع لكم اكيد طبعا انتوا كل يوم بتاخدوا اعداد بتتطوع وتتضمن ليكوا اللي بيتطوع ازاي؟ احنا عندنا انشطه المتطوعين، اداره المتطوعين اي حد بيعوز انه يتطوع، وده الهدف عندنا الاساسي، التطوع بالمجهود. يعني احنا عندنا رساله كلها قامت على فكره التطوع، حتى احنا عندنا في الشعار بتاعنا التطوع قبل التبرع، يعني ان الانسان يعني يبذل مجهود او انه يتبرع بوقت. طبعا بيجي لنا الجمعيه بناخد بياناته وبنعرض عليه الانشطه وبنشوف الحاجه اللي هو محتاجها وبيشارك معانا فيها. يعني اكيد هو في جاي بمجهود وما بياخدش اي ماده، بس بيعمل حاجه عمل سباق او عمل اجتماعي بيحسب له بعد كده. طب حضرتك انت والقامات اللي موجودين هنا اكيد اللي بتشتغلوا من الصبح ولسه موجودين، احنا داخلين على المغرب، يعني انت قاعد حوالي 9 اكتر من 10 ساعات متواصله، اكيد في تعب ومجهود. التعب والمجهود ده لما بيروح وبتروح بيتك وانت ما بتحصلش ماده، بيقولوا لك ايه ولا بيكون نظامك ايه معاك؟ مش انا لوحدي بصراحه، احنا زمايلنا كلنا احنا كده بنشتغل بالطريقه ديت الحمد لله. يعني احنا اعمالنا موجوده وشغاله عادي، وفي نفس الوقت لما بتبقى حاجه مهمه زي كده بتحصل بالنسبه لفلسطين، يعني ده اقل حاجه ان احنا نتبرع بيها، على الاقل نتبرع بوقتنا. في ناس تانية هناك يعني ضحوا بارواحهم وضحوا بكل حاجه، فاحنا لو ان احنا بس نتبرع بالوقت دي تعتبر حاجه يعني لا تذكر قصاد اللي بيحصل هنا. وده اللي احنا عايزينه نقوله لكل مصر، ان مجهود الانسان بيتحسب له عند ربنا الحسنه ب10 امثالها، وكمان بيتحسب له ان هو قدر يعمل حاجه، يبقى ابنه بعد كده فخور ان ابوه من ضمن برنامج رساله. بوجه عام رساله جمعيه للاعمال الخيريه وسباقه في كل ميدان، تقول ايه النهارده وانت واحد من الاعضاء وفرحان فعلا ان انتوا في اي مكان في البلد بتيجوا تقولوا له عايزين نقعد عندكم بيفتحوا لكم بابهم ويبقوا عندهم رحب وسعه، لان عارفين ان انتوا بتقدموا مجهودكم لوجه الله. تقول ايه النهارده؟